تكنولوجيا. من استوديو دنجي زلال، طابت أوقاتكم أعزائنا في برنامجنا تكنولوجيا. لنذهب معا في هذه الحلقة إلى العالم الرقمي ونستكشف آخر التطورات والأخبار. الشرطة البريطانية ستستبدل الدفاتر والأقلام بالنوت 3. منذ أعوام تقوم سامسونج بالترويج لإمكانيات الكتابة الموجودة في هواتف النوت، والتي بلا شك كان أفضلها الموجود في النوت 3 وال4. ويبدو أن الشرطة البريطانية مهتمة بهواتف سامسونج، حيث أن سامسونج أعلنت وبالتعاون مع شرطة ويست يوركشير بتزويد 4000 وحدة من النوت 3 للصف الأول من الشرطة. هذه الوحدات تحمل تطبيقات مخصصة للشرطة بشكل حصري، تسمح لها بتسجيل كل ما يحتاجونه بالاستعانة بالقلم الذكي، وكل ما يكتبونه سيتم إرسال لمركز الشرطة، وهذا يعني إعطاء الشرطة المزيد من الوقت لقضائه في ساحة العمل عوضا عن الرجوع لمركز الشرطة. HTC تكشف عن الكاميرا الرياضية RE. كشفت شركة HTC التايوانية خلال حدث خاص أقامته في مدينة نيويورك الأمريكية عن كاميرا جديدة متوافقة مع هواتف أندرويد وآيفون. وقالت الشركة أن الكاميرا الجديدة التي تحمل اسم RE كاميرا تهدف لمساعدة المستخدم في التقاط الصور بسهولة في أي لحظة، وتم تصميم الكاميرا بحيث يسهل الإمساك بها بيد واحدة بفضل تصميمها ووزنها الخفيف. وقالت الشركة أن هذا التصميم يتيح للمستخدم التصوير في نفس الوقت، والذي يستطيع فيه التركيز على الحدث الذي يشاهده، وخاصة تصوير الأحداث الرياضية، وهي مضادة للماء بحيث يمكن استخدامها للتصوير تحت الماء حتى عمق 1 متر لمدة نصف ساعة. ولا تمتلك الكاميرا شاشة تتيح للمستخدم مشاهدة ما تصوره، لكنها مزودة بزاوية عريضة تبلغ حوالي 146 درجة، بحيث تستطيع تصوير كامل الإطار الذي يشاهده المستخدم. حساس الكاميرا بدقة 16 ميجا بكسل من نوع CMOS، وتحمل بطاقة تخزين مايكرو SD بسعة 8 جيجا بايت، وتعمل ببطارية سعة 820 ميلي أمبير تكفي لالتقاط 1200 صورة أو تسجيل 100 ساعة من الفيديو قبل الحاجة لإعادة شحنها. ويبلغ وزن الكاميرا حوالي 65 غراما، وتدعم الاتصال عبر الواي فاي والبلوتوث. الكاميرا متاحة للطلب المسبق بسعر $200 استرليني على أن تتوفر في الأسواق خلال فترة قريبة. تطبيق نوكيا كاميرا يعود للمتجر تحت اسم لوميا كاميرا. ذكر العديد من المواقع أن تطبيق نوكيا كاميرا اختفى من متجر تطبيقات الويندوز فون، لكن ها هو التطبيق يعود لمتجر التطبيقات وتحت اسم جديد. فتطبيق نوكيا كاميرا أصبح الآن يمتلك اسم لوميا كاميرا، وهذه الخطوة تأتي بسبب أن مايكروسوفت بدأت بالتخلي عن اسم نوكيا في منتجاتها، ومن أبرزهم الهواتف الذكية المستقبلية، واستبدالهم باسم مايكروسوفت لوميا. وعلى ما يبدو فإن المنتجات التي تحمل الاسم نوكيا لن يحملون الاسم نوكيا بعد الآن، وستتغير الأسماء إلى لوميا، وسيقوم التحديث بتغيير اسم التطبيق إلى الاسم الجديد. جوجل تسمح للتطبيقات بدعم ذاكرة المايكرو SD كارد في الأندرويد 5. في السابق
كانت خطوات جوجل تهدف للتوقف عن دعم البطاقات الخارجية، وهو ما سيعد كارثة بالنسبة للعديد من مستخدمي نظام الأندرويد. لكن جوجل تراجعت على ما يبدو، وستسمح بالعديد من الصلاحيات للمطورين لدعم بطاقات المايكرو SD كارد. ففي نظام الأندرويد 5 قامت جوجل بتزويد المطورين بحزمة تطويرية تسمح لهم الدخول للمايكرو SD كارد بدون مشاكل، حيث ستهدف هذه الحزمة للسماح للتطبيقات بالوصول إلى الملفات وتخزينها على بطاقات المايكرو SD كارد بطريقة آمنة. HP تستغني عن الفارة ولوحة المفاتيح في حاسب خاص بالمصممين. أعلنت شركة HP البارحة عن إطلاق الحاسب المكتبي الجديد من نوع الكل في واحد، ويطلق عليه بالاسم HP Sworld، المزود بعارض ضوئي ولوحة لمسية كبيرة عوضا عن لوحة المفاتيح والفارة. يعمل الجهاز بنظام ويندوز 8، ويقوم العارض الضوئي الموجود على الشاشة بإسقاط الصور على اللوحة اللمسية كبيرة الحجم، متيحة مزيدا من التحكم عبر لمس العناصر والإيقونات الظاهرة عليها. وتتوجه HP بحاسبها الجديد للمصممين، حيث تدعم لوحته اللمسية الإدخال عبر القلم، وتتيح التفاعل مع العناصر الظاهرة عليها بشكل مباشر. يتضمن الجهاز كاميرا بدقة 14.6 ميجا بكسل، وعارض ضوئي بتقنية DLP، وماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد بتقنية RailSense، ومصباحا من نوع LED. ويعمل الجهاز بمعالج Core i7 من انتل، و8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية، ويأتي مع 1 تيرا بايت من المساحة التخزينية، في حين يبلغ قياس شاشته اللمسية 23 إنش. بدقة 1800 بكسل. الشركة طرحت الجهاز يوم أمس للبيع بسعر $2000 استرليني. اختراق شبكة حاسوبية في البيت الأبيض وروسيا أبرز المتهمين. أفاد تقرير إخباري بأن شبكة حاسوبية بالبيت الأبيض تعرضت للاختراق من قبل قراصنة، وهي شبكة حاسوب غير سرية يستخدمها موظفو المكتب التنفيذي الخاص بالرئيس الأمريكي. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادرها أن السلطات الأمريكية تحقق في الاختراق، ويعتقد مسؤولو البيت الأبيض أن وراء الهجوم مجموعة مدعومة من قبل إحدى الدول، ولكنهم لم يكشفوا ما إذا جرت سرقة بيانات من شبكة البيت الأبيض أم لا. وذكر المصدر أن الهجوم يتسق مع مساع تقودها إحدى الدول، وتعتقد حكومة الولايات المتحدة أن روسيا هي أحد أكثر الجهات احتمالا في الوقوف وراء الهجوم. في نهاية الحلقة اخترنا لكم بعض المقالات. سوني تكشف عن نظام تركيز رباعي الأبعاد مع كاميراتها الجديدة. دروببوكس تتعاون مع مايكروسوفت لدمج خدمتها في أوفيس. جوجل تطلق تحديثا كبيرا لتطبيق التقويم على الأندرويد. HP تعلن عن حاسوب محمول لعشاق الألعاب. جوجل تدعم المفاتيح الفيزيائية بمنفذ USB لتعمل على ميزة التحقق بخطوتين. تطبيقات مجانية لمساعدة المستخدم على الاسترخاء والنوم. نوكيا تعمل على هاتف أندرويد جديد سيكون من الفئة الراقية. شركة فاير آي تصدر تقريرا عن مجموعة تجسس إلكتروني جديدة قد تكون مرتبطة بالحكومة الروسية. يوجد نقطة اتصال واحدة بشبكات الواي فاي لكل 150 شخصا حول العالم.
سنغافورة تملك أعلى معدل لاستخدام الهواتف الذكية في العالم. IDC الإنفاق على برمجيات تحليل معلومات الأعمال في السعودية سينمو ليتجاوز 89 مليون دولار عام 2018. أعزائي، لنعود معا إلى استوديو دنجي زلال. كنت معكم أحمد شيخ موس. انتظروني في الحلقة القادمة لأقدم لكم آخر أخبار تكنولوجيا العلوم والدراسات. لا تذهبوا بعيدا، دمتم بخير. تكنولوجيا